السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكوارع، فتة الكوارع. دلوقتي هننزل بالسمنة البلدي عشان نعمل الصلصة بتاعتنا، وهنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المدقوق، وهبتدي اقلب. بعد كده اما تبتدي ان هي لونها يحمر شوية، هبتدي انزل بربع كوباية من الخل. وكنت غاسلة الطماطم بتاعتنا وضربها في الخلاط ومجهزاها برضو. هنزل بربع كوباية من الخل، بطشة الخل الجميلة بتاعتنا. بعد كده هنزل بالطماطم بتاعتنا اللي انا ضربها في الخلاط ومجهزاها. دي الصلصة بتاعتنا. في طماطم تاني برضو هنزل بيها، واسيبها تتسبك على البوتاجاز. كنت في الفترة دي بقى هنزل بقى بالفلفل الاسود بتاعنا، شوية من الفلفل الاسود وشوية من الملح، نص معلقة من الملح، واسيبها تتسبك على البوتاجاز. ونص معلقة من السكر عشان حموضة الطماطم. كنت مجهزة 3 كوبايات من الرز المصري بتاعنا، المصري بتاعنا. نزلت بمعلقتين كده كبار من السمنة البلدي، وهنزل بثلاث كوبايات من المية، وهنزل بمعلقة من الملح عشان اعمل الرز يكون ابيض خالص، مش هحط ولا شعرية ولا حمر ولا اي حاجة، هعمل رز ابيض بس. بعد ما غليت المية، كنت غاسلة الرز ومصفياه من المية بتاعته، وهنزل بالرز بتاعنا على المية المغلية. لو حابة تغلي المية ماشي، عايزة ان انت تسيبيها وتغلي مع الحلة بتاعتنا تمام. كنت الكوارع دي انا كنت غسلاها كويس جدا، وحاطة المية، وحاطة البصل، وحاطة جزراية، وحاطة ورق اللورة والحبهان، ونزلت بالكوارع وسبتها لحد ما تتسلق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما استوت واتهمكت خالص في الشوربة بتاعتنا، هبتدي احطها في الطواجن دي كده بعد ما استوت خالص. دي طريقة مختلفة وطريقة هتعجبكم ان شاء الله. الصلصة طبعا بعد ما اتسبكت هنزل بيها يعني كبشة كده، كبشتين على الكوارع بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، وازودها شوية من الشوربة الجميلة بتاعتنا بتاعت الكوارع. بعد كده عندي عيش متحمص. هنزل بالعيش المتحمص ده على معلقتين السمنة البلدي. اعمليها بسمنة بلدي او سمنة او زبدة صفرة، هتديكي طعم حلو قوي. بلاش السمنة العادية ولا زيت، يعني اعمليها بالزبدة افضل، هتديكي طعم جميل قوي. بعد كده هبتدي اقلب العيش المتحمص ده في السمنة البلدي بتاعتنا تقليبه كده. وطبعا هو شغال البوتاجاز دلوقتي، هبتدي اقلب تقليب، وانزل بقى بالطشه بتاعتنا بقى بالشوربه الجميله بتاعه الكوارع. هفضل بقى احط لها شوربه كده، كبشتين 3 كده شوربه، واغطيها واسيبها كده شويه لحد ما يطرى العيش معانا. هبتدي اجهز الطبق بقى عشان الولاد كل واحد ليه طبق مخصص ليه. فهبتدي انزل الاول بطبقه من العيش، وبعدين الرز دلوقتي استوى، هبتدي انزل بطبقة من الرز زي ما انتوا شايفين بالمنظر الجميل ده. والصلصة بتاعتنا اتسبكت وجاهزة برضو ان انا احطها على الوش. اغطي طبقة العيش كلها كده، واحط عليها الرز بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده انزل بقى بالصلصة الجميلة الحمرة الجميلة دي بتاعتنا على على طبقة الرز والعيش الفتة الجميلة. وده منظر طبق الكوارع بعد ما اتعمل وحطيته في الطاجن وحطيته في الفرن ياخد وش كده. طعمه بقى غاية في الجمال، ولا الريحة ريحة روعة. ادي طبق الفتة بتاعتنا، وادي الطبق بقى جهزنا للولاد، وادي طبق الصلصة الجميلة بتاعتنا والشوربة الشوربة والكوارع، وهنا الصلصة برضو. والكوارع بقى حطيها كده على الفتة بتاعتنا، وجربيها بالطريقة دي،
هتعجبك. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكلة حلوة.